مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. وإحنا في فترة سعيدة جدا حاليا، حيث تتوالى الأوقات الطيبة سواء للمسلمين أو المسيحيين. بعد كده في الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد وراس السنة الجديدة، مجموعة كبيرة جدا من الأيام اللطيفة اللي إن شاء الله تهل علينا كمصريين، وربنا يجعل كل أيامنا أعياد كل سنة وكل حضراتكم بألف خير وصحة وسعادة وهناء انتم وكل الناس اللي بتحبوهم. اسمحوا لي بقى اقول لحضراتكم احنا هنعمل ايه النهارده في حلقه يوم الاربعاء 23/12/2015. طبعا هيكون معنا فقره الاخبار المعتاده، يليها الفقره الثانيه مصر في عيون الغرب، هيقدمها زميلي العزيز عبد الغني الملكي، وهيكون ضيفه فيها استاذ مصطفى امين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بعد كده هيكون معانا في الفقره الثانيه اللي هيكون معانا اكون موجوده فيها ان شاء الله، هيكون معايا فقرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهيكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعد عبد الدايم من علماء الأوقاف والمنشد محمد السعدني. مجموعة لطيفة جدا ومن الفقرات إن شاء الله تحوز إعجاب حضراتكم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي في فقرة الأخبار الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب الصحفي باليوم السابع. أهلا بك. أهلا بحضرتك. الخبر الأول معنا، السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب الرئيس في برقيته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بهذه الذكرى العطرة، داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية هذه الفترة الطيبة بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد الشريف إلى مسلمي مصر المغتربين. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بهذه المناسبة الكريمة من كبار رجال الدولة، معربين فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة. طبعا كل سنة وانت طيب. أو حضرتك طيب. بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان في كلام من السيد الرئيس، قال فيه حاجات كتيرة جدا في اللقاء اللي قاله بمناسبة الاحتفال اللي كان في مشيخة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وأولا كل سنة والسادة المشاهدين طيبين، سواء المسلمين أو الأقباط المسيحيين. دي الأعياد، عيد المولد النبوي الشريف ثم يليه الأعياد الإخوة الأقباط. دي رسالة إلهية بإن احنا كتلة واحدة، وإن احنا عنصر واحد وجسد واحد. ثانيا الرئيس تحدث في حوار صريح للأمة بالمكاشفة، واتكلم على يعني كان مركز الضوء على قصة المظاهرات بشكل كبير. لما الفترة اللي فاتت، الفترة اللي جاية، ان في دعوات لعملية نزول في ذكرى 25 يناير. مفترض ان ذكرى 25 يناير الناس تحتفل بيها لان هي ثورة مجيدة، وأطحنا بنظام كان نظام فاسد. اتكلم كمان على الرعاية الاجتماعية ومدى التطور ومدى المشاريع اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت واللي تم تنفيذها. الرئيس هو اللي قال المفروض الناس تنزل تحتفل؟ ايه يا فندم؟ الرئيس هو اللي قال ولا ده وجهة نظر حضرتك؟ لا، المفترض ده وجهة نظري يا فندم. انا بتكلم إن هو اتكلم على قصة ان الدعوات للتظاهر في الفترة اللي جاية. قال هو كمان، قال انا انتم كشعب لو انتم قلتوا لي ان انا همشي بدون اي مظاهرات وبدون ما الناس. البلد مش محتاجة، البلد محتاجة تقدم، محتاجة عمل، مش محتاجة مظاهرات الفترة دي. خاصة ان هو كمان ذكر، قال ان في ممكن نبص على البلاد اللي حوالينا ومش هقول اسمائها، البلد اللي بتدمر مش بترجع تاني. هو قلقا بس من المندسين في الأحداث اللي بيكون فيها عدد كبير من المواطنين موجودين في مكان واحد، علشان ما حدش يدخل في النص ويعمل أي أزمات، أي تفجيرات، حفاظا على سلامة المواطنين مش أكتر. تمام. وإيه كمان؟ واتكلم زي ما قلت لحضرتك على كمان مجموعة المشاريع الفترة القادمة اللي هتتم، خاصة المشاريع المتفرعة من المشروع الضخم لقناة السويس، وده ذكره قبل كده برضو في كام حوار تاني. وهنأ الأمة الإسلامية بالأعياد والإخوة الأقباط. تمام.
دعم مصر، نواب بالوفد انضموا للائتلاف وفصلهم من الحزب لا يؤثر على العضوية. قال النائب علاء عبد المنعم القيادي بائتلاف دعم مصر أن عددا من نواب حزب الوفد وقعوا بالفعل على طلب الانضمام لائتلاف دعم مصر، موضحا أنه في سؤاله عن كون ذلك مخالفا لقرار الحزب بعدم المشاركة بأن النائب حر بأن ينضم للائتلاف من عدمه، خاصة إن انضمامه لا يؤثر على عضويته في البرلمان، مشيرا إلى أن اجتماعات مع المستقلين ستبدأ غدا لمناقشة ما إذا كانوا يريدون تعديلات على اللائحة من عدمه. وتابع: لا يوجد لائحة نهائية حتى الآن، لكن هناك قراءة ثانية مع المستقلين. وأضاف عبد المنعم بشأن المادة 6 والتي تتحدث عن إسقاط النائب لعضويته حالما تغيرت الصفة التي انتخب عليها أن التغيير في المادة يعد فعلا إراديا، بمعنى أنه النائب هو اللي يستقيل، لكن إذا دخل إلى ائتلاف وقام حزبه بفصله فلا ينطبق هذا الشأن على المادة 6 إطلاقا، ولا يؤدي ذلك لإسقاط عضويته، ولا يعرض الأمر حتى على المجلس من الأساس. وقال عضو مجلس النواب في سؤاله عما إذا كان اللواء سامح سيف اليزن رئيسا للائتلاف أمس يعاد انتخابه، قائلا أن اللواء سامح سيف اليزن تم انتخابه من كل الهيئة البرلمانية بشبه إجماع، فليه نعيد القضية من جديد؟ قصة الائتلافات التي تم تشكيلها ومواقف الأحزاب من هذه الائتلافات، والائتلافات القائمة على الموقع الجغرافي، وفكرة اللائحة التي لم يستقر عليها حتى الآن. مجموعة من الموضوعات عايزين نعرف الجديد فيها. هو حضرتك بالنسبة للتحالفات والائتلافات الموجودة داخل مجلس الشعب، دي حاجة الناس يعني بطمن الناس هي ما حدش يقلق من الموضوع ده، وده متاح، وده لا يفسد المجلس في التحالف في فترته القادمة. الفترة دي بيتم حتى لو كانت الأحزاب هتاخد موقف عنيف وتفصل الأعضاء اللي هينضموا لهذه التحالفات. إذا الحزب فصل عضو انضم لتحالف الحزب هو مش منضم إليه، ده زي ما موجود عند حضرتك في الخبر، ده لا يفسد عضويته داخل البرلمان، إلا إذا هو غير الصفة بتاعته من مستقل إلى حزبي أو العكس. أعتقد ان دي لنقل خطة للأحزاب، ضربة في مقتل الأحزاب. السياسة والصراعات في السياسة هي معارك، وكل الأسلحة بتبقى مستخدمة فيها، والعروض والأفكار. الحزب أو ائتلاف دعم الدولة حاليا هو يعتبر أكبر التحالف أو أكبر ائتلاف داخل المجلس. حاليا هو بيحاول يكون الأغلبية داخل المجلس، بحيث القرارات والقوانين الفترة اللي يعني خاصة المجلس هيبقى عليه عائق كبير في تعديل بعض القوانين، هيكون عليه تشكيل الحكومة أيضا، وتشكيل مظبوط يا فندم، هيبقى في عليه تشكيل الحكومة والتعديل القوانين والتشريعات القادمة الفترة القادمة، اللي هتبقى أهمها في تعديلات القوانين للحد الأقصى والأدنى للأجور، بالإضافة لبعض المواد في خاص بالأطباء، وبالإضافة لمواضيع تشريعات كثيرة. هل تعتقد أن ائتلاف دعم الدولة هيصل لحجم يسمح له بتشكيل الحكومة بشكل كامل؟ حاليا وقبل ما ينعقد البرلمان خلال الأيام القادمة، المفترض هينعقد 26 أولى الجلسات الإجرائية إلى حتى 29. ده هو يعني حاليا التشكيل موجود كبير، فهو محتكر يعني بصراحة التشكيل، وهيتم هو هينفذ الأجندة بتاعته اللي من ضمنها تشكيل الحكومة، وهيبدأ يعني أعتقد أنه حاليا كمان بيعمل مشاورات مع بعض الشخصيات العامة اللي ممكن تتولى بعض الحقائب الوزارية. تفتكر اللائحة النهائية هيتم الاستقرار عليها امتى؟ اللائحة النهائية يعني أعتقد أن هيتم الاستقرار عليها خلال، يعني هم المفترض أن هم بيتحدثوا مع بعض النواب داخل المجلس المستقلين للانضمام للائتلاف، واعتقد ان خلال 48 ساعة هيكون تم الانتهاء من اللائحة بحيث يعودوها على المجلس. تمام.
الخبر بعد كده مجمعات الأهرام تبيع اللحوم والدواجن والأسماك دون ربح بمناسبة الأعياد. أعلن طارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك بمناسبة أعياد مولد النبوي ورأس السنة والكريسماس، حيث يتم طرح المنتجات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بمحافظتي القاهرة والجيزة بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. وأوضح طنطاوي أنه تم طرح حلاوة المولد النبوي بمناسبة المولد النبوي بأسعار مخفضة حوالي 20% بالنسبة لمثيلتها في الأسواق الأخرى. إيه رأي حضرتك في هذا الكلام ده أولا؟ ثانيا الكلام هنا في الخبر عن القاهرة والجيزة، طيب بقية المحافظات أخبارها إيه؟ ما هو انا برضو يعني الخبر هنا بيتكلم على فتح بيع اللحوم مختلف انواعها، سواء اللحوم دواجن او اللحوم البقر او الجاموس او الاسماك والدواجن تمام، بالاسعار سعر المنتج نفسه دون تحقيق ربح، وهينفذوه في القاهره والجيزه. فهنا في تساؤل اصلا لوزاره التموين ان عدم طرح او الفكره او تنفيذها في المحافظات الاخرى، وكأن المصريين في القاهره والجيزه فقط يعني. صحيح، هي محافظات ذات كثافه كبيره وفيها مجموعه كبيره جدا من المناطق العشوائيه وفيها ازمات المواطن البسيط كبيره، لكن باقي المحافظات ايضا فيها مصريين ولهم احتياجات. ما هو ده زي ما حضرتك تساؤل، واعتقد ان هو جاري تعديل الاقتراح بان هو يشمل باقي المحافظات للاستفاده من العروض دي، خاصه ان المواطنين يعني محدود الدخل اللي دايما الرئيس بيتكلم عليهم، هم في امس الحاجه لبعض هذه العروض اللي هي بتبقى منتجات بتبقى معتمده وعاليه الجوده ومضمونه يعني، لان الاسواق يعني حضرتك هتلاقي ان في منتجات فاسده، كل شويه بنسمع مباحث تموين بتضبط لحوم فاسده. ده الخبر الجاي، اصبر عليا جاي يعني هتلاقي طبعا يعني حاجات زي كده. فاعتقد ان هم مفترض يعني على ولي الامر في وزاره التموين ان هو تعديل القرار ليشمل باقي المحافظات للاستفاده من المواطنين جميعا. تمام. شرطه التموين طبت 3 أطنان لحوم فاسدة 38,000 لتر سولار وبنزين مدعم. وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 6 قضايا بمواد بترولية، 15 قضية اسطوانة البوتاجاز، 3 قضايا دقيق مدعم وأقماح، و63 قضية مخالفات مخابز. وزارة الداخلية حاليا بتشن حملات أمنية مكثفة في جميع القطاعات صراحة يعني، ولكن الفترة دي طبعا التجار بيستغلوا الطلب المتزايد في فترة الطلب المتزايد في فترة المناسبات. يعني فترة مثلا حضرتك لو لقيتي شم النسيم فهتلاقي كمية الفسيخ والأسماك بشكل كبير جدا أكثر من اللحوم، فهتلاقي منتجات فاسدة كثيرة جدا، وهتسمع حضرتك أخبار عن أرقام ضخمة بيتم ضبطها. وهنا أنا بتساءل، اللحوم دي بتبقى مخزنه في مخازن او بتيجي من بره، ليه ما بيتمش الرقابه عليها في المخازن؟ يعني تجفيف المنابع دي يعني تمام. يبدا من خلال تنسيق مع بعض الاجهزه والوزارات المعنيه بضبط اللحوم الفاسده او الاسماك الفاسده او الدواجن الفاسده قبل دخولها السوق، لان حضرتك برضو خلينا واقعيين، هو هنا ضبط بعض اللحوم او الدواجن او البترول، لكن في بعض اللحوم غيرهم موجود في السوق ووارد جدا يكون فاسد. وبعد كده بنسمع ان في اسره كامله تسممت بسبب تناولها لدجاج او اسماك. ده الفاسد. القصه الخاصه بالسولار والبنزين المدعم وانابيب البوتاجاز. والله الفترة اللي جاية واحنا لنا فترة يعني على عملية مسألة تطبيق الكارت الذكي
للمواد البتروليه. التطبيق ده هو اصبح ضروره. ما اصبح هو ضروره ان هو لابد ان هي يتم تطبيقه. ده هيوصل الدعم لمستحقيه، خاصه ان دلوقتي الحروب حاليا مش حروب على مش عسكريه، مش قوي عسكريه، بالدرجة. حروب على مواد بتروليه. يعني حضرتك لو اي حد بيقرا في السياسه هيفهم ده كويس جدا. بيقولوا انه البطاقه الشخصيه الرقم القومي الجديده هتقدر انها تختزل كل هذه الكروت بالفعل في حاجه واحده. كلام حضرتك هل تعتقد مظبوط. انها تساعد اكثر على ضبط الايقاع فيما يتعلق بمسائل التهريب وحقوق المواطن فيما يتعلق بالمواد البتروليه انا وكل الكلام ده؟ هوضح لحضرتك حاجه. هو بالنسبه للمواد البتروليه هو ليه كارت مستقل لوحده، اما البطاقه اللي هتتم حاليا هي بطاقه بتشمل بعض هي بطاقه ذكيه بتشمل بعض المعلومات عن الشخص نفسه. هي بطاقه بتبقى ملونه، مش هم قالوا انه بطاقه تموينيه ممكن بالاضافه ان تتحمل هي عليها، بالاضافه ان هي ممكن ودي خطوه على انه حتى البطاقات البتروليه تضاف عليها كمان. هو يعني يبقى كل بيانات المواطن في كارت واحد. تمام. مفيش بقى رخصه ده نظام ورخصه ثانيه ده نظام بيطبق في بعض الدول، واحنا حاليا بنحاول. لا وخلاص. يعني وزاره الاتصالات حاليا نفذت الكارت، وخلال الايام القادمه القليله هيتم اعتماد الكارت والسجلات المدنيه هتبدا في تنفيذها. يعني ده أنا اول واحد هروح على اعمل البطاقه الذكيه دي. هتشمل بعض الامور، بعض المتعلقات الخاصه بالمواطن زي ما قلت لحضرتك، معلومات الخبز. هتشمل كمان بعض الحاجات الاجرائيه اللي هي ممكن بيستخدمها في التعامل مع المصالح الحكوميه. جميل. هتبقى يعني هي بصراحه هتغنيه عن ورق وروتين كتير جدا، وده نظام مطبق في الدول المتقدمه وعربيه يعني. وزارة التعليم 4 حالات تعاطي مخدرات ما بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة. أعلن اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقي المدارس الخاصة بمحافظتي بورسعيد والبحيرة التي استمرت 3 أيام، موضحا أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطي حشيش انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقي الحملات حشيش وترامادول. وأضاف أن الحملات التي تم تخصيصها خلال الفصل الدراسي الأول انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقي الحملات طبقا للخطة الموضوعية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة التضامن والداخلية بداية من الفصل الدراسي الثاني. سؤال: ليه بدأوا ببورسعيد والبحيرة، وليه الحملة مش على كل سائقي المدارس في كل المحافظات؟ ما هو كل المحافظات فيها رجال. مظبوط. رجال أمن. مظبوط حضرتك كلامك، وسؤال جيد. هو دلوقتي لان الموضوع المخدرات ممكن بيستمر اذا تعاطى المدمن المواد المخدره. في بعض انواع المواد المخدره زي الحشيش والترامادول بيفضل اثرها في الدم، بيفضل افعالها لايام معدوده. فلو بدانا ان احنا نعمل حملات في كافه الجمهوريه مره واحده، حضرتك كم المدارس كبير جدا. تمام. فهيبقى هتلاقي وكم المدارس اللي خارج اطر المدن كمان كبير كمان، فبيسوق على طرق سريعه وبيكون معاهم اعتقد ان هي دي خطه امنيه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. يعني وزاره التربيه والتعليم مع مكافحه المخدرات وفي وزاره الداخليه وصندوق علاج الادمان، يعني بتبقى حملات مفاجئه عشان يبدأوا يفحصوا بعض السائقين، خاصة ان احنا عانينا من كوارث. يعني كارثة قطر اسيوط وكارثة الاتوبيس البحيرة. يعني احنا اوريدي عندنا ازمات في المزلقانات، ما ينفعش كمان يبقى عندنا سائق غير واعي لانه هو شايف. ما هو كان اتوبيس ساعتها اللي مات فيه 50 طفل، وفي الاطفال اللي ماتوا في البحيره. يعني اعتقد كمان هم بداوا البحيره عشان الازمه اللي حصلت الفتره الماضيه. واعتقد ان الحمله دي هتجيب نتائج جيده جدا، لان دي اطفال وارواح اطفال ابرياء ما لهمش أزمة بأن مثلا يكون سائق عنده أزمة شخصية في البيت، فهو معتقدا إن مثلا الحشيش أو الترامادول ده هيبدأ، أو سائق بيعمل أكثر من نقلة من أكثر من مدرسة، فبيشتغل فترة طويلة فبيتعاطى هذه الأشياء عشان يشتغل. هو دائما يعني السائق اللي بيتعاطى المخدرات فهو بيبقى يعني على أساس إن هو زي ما بيقولوا بالبلدي كده عشان أصحصح وأفوق يعني. لكن هو بيتعاطى المواد المخدرة
على اساس ان هو بيشتغل فترات تاني مسائيه في شركه حاجات خاصه، تانية. في مثلا يكون معاه تاكسي اللي هو مستاجره، او اي عمل تاني اخر، على ان هو يبدا يعني يستكمل عمله. ولكن كلها امور سلبيه بتجيب نتيجه فأثر ردود عكسيه أفعالهم وتؤدي إلى مشاكل. وتؤدي لمشاكل. للأسف احنا وقت فقرتنا خلص. كنا سعداء جدا أنا أسعد بوجود بحضرتك. حضرتك معانا، أستاذ محمد إبراهيم الكاتب الصحفي باليوم السابع، وكل سنة وحضرتك وكل الناس اللي بتعزهم بألف خير وصحة وسلامة. كل سنة وأنت طيب. وانت صحه والسلامه. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي بزميلي العزيز عبد الغني الملكي وضيفه الأستاذ مصطفى أمين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وكلام عن صورة مصر في عيون الغرب، في محاولات كتيرة جدا لتحسين الصورة وتوصيل المواقف المصرية. كان في فترة احنا منقطعين عن الآخر وبنكلم نفسنا بس، فهل حلينا هذه الأزمة؟ وإيه هي الصور الممكن ان احنا نقدمها علشان نوضح مواقفنا بشكل افضل؟ كل ده هيتم الكلام عنه في هذه الفقرة. فاصل ونعود.